صوت غزة اللي بقى بيتنا، صمت للأبد. الشاب اللي كان ما يعرفش الخوف ولا ساب الحقيقة تتغطى. صالح الجعفراوي. قصة انتهت برصاص غدر، وحكاية هتفضل مكملة بصوته اللي محفور في الذاكرة. صالح اللي كان عمره 27 سنة ما كانش مجرد مصور، ده كان واحد من أهم الوجوه اللي وثقت حرب الإبادة. كان بيورينا مش بس الدمار، لكن بيورينا صمود الناس وأملهم وإنسانيتهم في عز الأسوأ. بسبب شغل ده كسب ثقة ملايين. بنتكلم عن ملايين المتابعين على كل المنصات اللي كانت بتشوف غزة بعينه هو. لكن الشغل ده ما جاش بالساهل. صالح واجه حملات تحريض ضخمة، وبالتحديد من متحدثي الاحتلال بنفسهم اللي اتهموه انه ناشط مش صحفي. وكانت منصاته بتتقفل وبتتعرض للحظر أكتر من مرة، وده خلى ناس كتير تخاف إن حياته ممكن تكون في خطر. القصة اللي توجع بجد إن صالح نجا من القصف اللي شاف منه سنين، لكنه ما نجاش من الغدر. استشهد يوم 12 أكتوبر 2025. اللحظة دي جت في توقيت مؤلم جدا بعد إعلان الهدنة وبداية فترة لتبادل الأسرى. كان صالح لسه في الميدان بيوثق آثار اللي حصل في مدينة غزة، وفجأة سقط برصاص. ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، ورغم انه كان لابس سترة الصحافة اللي بتعلن عن هويته، الا ان الرصاص وصله. هذه الميليشيات وفقا لتقارير محلية كان ليها ارتباطات واضحة بأطراف خارجية. صالح راح شهيد وهو بيحاول يكمل رسالته في وقت الكل كان فاكر ان الخطر عدى خلاص. صالح ساب لينا وثيقة مش وصية، ده إعلان إيمان وإصرار، قال فيها إن طريقه ده اختاره عن يقين. أنا صالح أترك وصيتي هذه لا وداعا، بل استمرارا لطريق اخترته عن يقين. لا تظنوا أن استشهادي نهاية، بل هو بداية لطريق طويل نحو الحرية. مضيت على العهد ولم أغير ولم أبدل. صالح الجعفراوي زيه زي كل الصحفيين الأبطال اللي دفعوا أرواحهم عشان الحقيقة توصل. رسالته مش هتموت، وهتفضل الكاميرا اللي سابها شهادة. صالح الجعفراوي زيه زي كل الصحفيين الأبطال اللي دفعوا أرواحهم عشان الحقيقة توصل. رسالته مش هتموت، وهتفضل الكاميرا اللي سابها شاهدة على كل اللي شافه. كل رصاصة بتسكت صوت بتولع ألف صوت تاني. شجعوا الناس إنها ما تنساش الأصوات دي، شاركوا قصة صالح في كل مكان ووصلوا رسالته. وبس كده، كان معاكم ملك إسلام من قناة الحكاية بتقول إيه.